السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب ست وسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة، لان الحلقات دي والفيديوهات الجاية هتبقى فيديوهات عبارة عن سلسلة ازاي تعمل اعادة تدوير للكيكة البايتة اللي عندك، المعجنة اللي باظت منك. طب تعالوا نقول لكم هنعمل ايه. عندك ايه يا بنوتة؟ انا عندي كيكاية قطعتها حتت مكعبات زي ما انتم ما شايفينها، وعندي الصوصات بتاعتي عبارة عن شوكولاتة، وعندي قشطة، وعندي يا حبايب قلبي عسل اسود. ايه هتعملي ايه؟ ما فهمتش برضو لغاية دلوقتي. طب اصبروا معايا وانا اقول لكم بالهداوة انا هعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، مبدئيا الكاسة البيضة دي او بالبولة اللي انت تشتغلي فيها بمعلقة حلوة كده، هقوم نازلة بيها كده ايه بشكل عشوائي كده، واقوم مفضياها هنا كده، ومحاولة ان انا ايه اعملها كلها. طيب هتديني بقى شكل ايه عشوائي كده. بصوا هتديني شكل عشوائي. انا يعني بصوا انا دي كلها عملتها كده، ايه كده، لكن انا دي عايزه ايه نص بس واحد، بحيث يبقى نص فارغ ونص موجود. بصوا يا حبايب قلبي، مبدئيا بعد ما عملت حركه العسل دي ممكن تعملها بالشوكولاته براحتك. هقوم جايبه القشطه بتاعتنا الحلوه دي، ودي قشطه اقتصاديه انا اوريدي عاملاها في البيت، وخشوا شوفوا الفيديو بتاعها هتعجبكم وروعه خالص. احط طبقه ايه كده ارضيه سميكه، وبعد كده هقوم حاطه شويه من الكيكه اللي انا مقطعاها مكعبات. بصوا يا حبايب قلبي، انا بعد يا حبايب قلبي ما عملت تكة العسل وحطيت في الارضية القشطة، حطيت بعديها القطع اللي هي الكيكة. هعمل ايه بعديها؟ هحط من الشوكولاتة طبقة من الشوكولاتة، وبعد كده هحط بعدها طبقة من الكيكة، واخر حاجة معايا هحطها اللي هي طبقة من القشطة بتاعتنا. بصوا يا حبايب قلبي، ادي الشكل بتاعنا النهائي. بعديها بقى يا حبايب قلبي هقوم مدخلاها في التلاجة علشان كل الحلو ده يمسك مع بعض. طيب بعديها يا بنوتة، بص يا حبايب قلبي، التزيين ده في ايديكوا، يعني شكلوا وابدعوا براحتكم. انا اديتكوا الشوكولاته واديتكوا القشطه وادي الكيكه معانا، ابدعوا براحتكم زي ما انتم عايزين. هبدا انا بقى في الكوبايات اللي معايا او في البولات اللي معايا، وهوريكم بقى الشكل النهائي. ومين يقولي قشر كتكوت؟ كلكم يا حبايب قلبي قوموا جربوها، مش هتندموا على رأي ما ست بسيطة بتقول. وبكده اول فيديو من فيديوهات ازاي تعملي اعادة تدوير للكيكة اللي عندك خلص. واقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واستنوا منكم كومنت يكبر بخاطري ربنا زي ما بتكبروا بخاطرنا كلنا يا رب. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.